اليوم جبتكم أطيب عجينة سهلة وغريبة بنفس الوقت. طبعا الكل تسوي عجينة، بس هاي العجينة أكيد ما مجربيها، راح تجربوها وراح تدعولي. عجينة ترهم كل المعجنات، هشة مثل القطن. نقول مرحبا حبايبي، إن شاء الله كلكم بخير صحة وعافية يا ربي وين ما كنتم. وهسه راح نبدي نسوي هاي العجينة الطيبة. هنا عندنا كوب مي دافئ، ملعقة ونص شكر، وراح نضيف ملعقة ونص خميرة. راح نخلطهم وراح نخليها ترتاح لمدة 5 دقائق تتفاعل الخميرة ويا المي. هنا راح نجيب عندنا كوب سميد. هنا عندنا سميد راح نخفقه ويا الخميرة، راح نخليه أيضا مرة ثانية فت 5 دقائق ونتركها نغطيها، وراح تتفاعل أكيد مرة ثانية الخميرة ويا السميد ويا المي. والسميد يكون ناعم مو خشن، وراح نغطيه وراح نشوفه. شوفوا بهذا القوام صار عندنا. شوفوا شلون صار القوام مالته، احنا لازم يكون بهذا القوام. هسه راح نبدي نسوي. نجيب نصف كوب زيت، 3 كوابات حليب دافئ، هنا عندنا ملعقة أكل ملح، وراح نخلطهم. حبايبي إذا عندكم عجانات عجنوا بالعجانة، وإذا تريدون أنتم تعجنون بيدكم هاي عادي، وكلش مثل ما يقول بحالتين راح تصير عجينتنا زينة أو طيبة، وراح تجربوها وراح تطلع يمكم أطيب عجينة، وراح تستعملوها لكل شيء، الفطائر، البيتزا، أي شيء تريدون تقدرون تسوون من عنده. هنا عندنا الطحين. طحين ياخذ ويانا 6 كوابات طحين، كل قياس الكوب اللي عندي على 250 غرام، ياخذ من عندنا على 250 غرام، هذا الكوب قياسي. 6 كوابات طحين. وضفنا أول كوب سميد، وهسه راح نخلط، راح أخليه بالعجانة. هنا ضفته بالعجانة ياخذ أكثر مثل ما يقول العجن مالته، لأن كانت إيدي شوية توجعني. هنا راح نضيف السميد، كوب ثاني سميد، راح نضيف 100 غرام زبدة. وهنا نريد العجينة بهذا القوام الحلو، وراح نغطيها وتختمر عندنا لمدة ساعة. هنا كان عندي لحم بالبيت وخليته على النار، خليته يستوي بهذا الشكل، وراح أضيف عليه ملح، فلفل أسود، بهارات الدجاج، وإذا ما عندكم مال دجاج تقدرون تحطون مال الشوي، وهاي اختياري. إذا ما تحبون هاي كل شيء مثل ما يقولون هو شلون ما يحب واحد. هنا أنا بس راح أخلط بيها لأن اللحم مستوي. هنا حضرنا الحشوة، وياتا عندنا بصل، عندنا فلفل أحمر، فلفل أخضر، عندنا فلفل معجون مال فلفل، معجون الفلفل، وعندنا معجون الفلفل هذا حاد. هنا راح أضيف المواد، عندنا بصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، وراح نقلبهم شوية مع بعض. وبعدين راح نجيب خلطناهم سوية، راح نجيب فلفل مال معجون، هنا نقول معجون فلفل انتم شلون ما تريدون، وهنا عندنا واحد حاد وواحد بارد، وراح نخلطهم وشوية بهارات مشكلة. الحشوة مالتنا جاهزة، راح نخليها تبرد بين ما أحضر الحشوة الثانية مال الجبنة. هنا عندنا جبن أي جبن اللي عندكم، ماكو شرط هذا جبن أو غير جبن. هنا جبت أنا عندي جبن، وعندي نعناع يابس، وعندي نعناع تازة نقول فريش. هاي كلها قطعتها وسويتها بهذا الشكل، نعمتها بإيدي وخليت الماعون. وهنا حضرت عندنا العجينة، عجينة ما شاء الله عليها. شو أقولكم على عجينتنا تخبل ما شاء الله عليها، ما شاء الله العجينة مالتنا. راح نجيب شوية زيت، أي زيت عندكم، أنا هنا كان عندي زيت الزيتون بس خليت بإيدي عمود لا تلزق ويا العجينة. هنا راح ننزلها لكلها العجينة، وانتم راح تشوفوها بعينكم ما شاء الله شلون صارت. هاي العجينة ترهم كل شيء انتم اللي تريدون تسووه. هنا كملنا العجينة، شوفوا مالتنا، وراح نبدي نقطعها. أكيد أنتم تعرفون شرحي كل سهل وبسيط.
وأتمنى تعجبكم. إذا عجبتكم كتبولي أنتم من وين تتابعوني، سووا شير ولايك خلي يشوفوا الحبايب. هنا عدنا العجينة مالتنا، تشوفون العجينة شون صارت ويانا. طبعا أنتم راح تجربوها وراح تعتمدون على هاي الوصفة. هنا قطعتها بهذا الكوب اللي عندي. إذا تريدون أنتم أصغر راح نسويها بالاستيكان، أي شيء أنتم تحبون تسوون تقدرون تسووه. سويته بالكوب وسويته بالاستيكان، سويته قسم صغار وقسم سويته كبار، يعني حسب النوعية شنو اللي أريد أنا أسوي. هنا أنا فتحتها بهذا الشكل وراح أحشيها. ما أعرف ليش ما صورت يمني، كان عندي مسوية جبن أصفر ولحم مرتديلا، نقول مرقواطي أو العلب، أنتم شو تريدون تقولون. حضرتها بهذا الشكل وراح أسدها من الصفحات كلها مالتها. أنا محضرة وياها مي ودبس، وعندي معون ثاني مال السمسم. راح نطمس العجينة بالمي والدبس وأكيد ويا السمسم، وراح نخليها بالصينية ترتاح. شوفوا دا أسويها الطريقة خطوة بخطوة عن تصير لكم سهلة. هنا حبايبي أنا محضرة الصينية ومخليه بيها ورقة الزبدة، وهي راح أسوي مرة ثانية لكم نفس الطريقة حتى تتسهل عليكم تصير أسهل. أنا محضرة هنا مي ودبس وهنا السمسم وكملتها بهذا الشكل وراح أخليها ترتاح. خليتها ترتاح بعدين فتحتها بالسكين بالنص، وهنا راح أفتحها شوية عم تستوي يمنا من الجهات. هنا أنا محضرة البيض، صفار البيض راح أمسحها كلها بالصفار، والأوفن حامي على 200 من فوق وتحت. وهنا أنا محضرة الحشوة وراح نبدي نشكلها. فتحتها شكل دائري أو أنتم شون ما تحبون. شكلتها 3 أنواع. أنا مشكلة الفطائر. هنا خليت الحشوة مالتها وراح أسدها بهذا الشكل. راح أسدها شوية قوي عمود لا تنفتح عندنا بالأوفن. هنا راح أسويها مثل قرصة قوية، وراح أكيد نخليها على صفحة بالصينية حاضرة، وراح أسوي واحدة ثانية قدامكم. هاي كملتها تكون الحشوة مالتها زينة تنطينا طعم نقول بالحلق أطيب شي. وهاي راح نسويها مرة ثانية. حبايبي أتمنى تشاركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من مطبخ سهيلة. شير ولايك وخلي يشوفوا الحبايب، وأتمنى تساعدونا بدعمكم إلنا. حبايبي شوفوا الشكل شلون كان. وهاي هنا شكلتها بالشطل سويتها بهذا الشكل، أو السكين اللي عندكم عن ود يطلع الهواء من عندها ما يلزق اللحم بالعجينة. وحبايبي وإذا عجبتكم وصفاتي وشرحي لكم، وأتمنى تفاعلكم ويا قناتي لتوصل الأفضل بوجودكم أنتم. أشكركم من كل قلبي حبايبي، كل من دا يدعمني، كل من دا يتواصل بقناتي دعمكم إلي. هنا أنا محضرة الصواني وهاي بديت كلها راح أمسحها بالبيض، وكملتها كلها مسحتها بالبيض. وأكيد الأوفن حامي على 200 من فوق وتحت. تاخذ ويانا 20 دقيقة ل 25 دقيقة، أنتم حسب الطباخ اللي عندكم بالبيت. هنا عندنا العجينة الباقية قطعتها بهذا الشكل، كلها قطعتها على شكل دوائر. قطعتها باستكان صغير، ما سويتها بالكوب. الكوب سويت الكاملة، هسه سويت بالاستكان. قطعتها وخليتها وغطيتها لا تنشف يمنا، وكلها راح افتحها واحشيها بالجبن. والجبن اخليها على صفحة. أنا على طول مال الجبن أسويها على شكل دوائر أقراص مال الجبن. ليش؟ لأن أطيب شي من كنا صغار كانت أمهاتنا، كانت أمي أني تسويها إلنا بالتنور على طول، كانت تسويها دائرية وكلش طيبة، وتعلمتها على ذاك القياس نقول، وتعلمت عليها أشوفها أحلى أو أطيب. وهاي حشيتها كلها بهذا الشكل وكملتها وصفطتها بالصينية. وأكيد راح نسويها شوية بالسكين نطلع الهواء من عندها
عمود لا تنفخ يمنها وما تلزق بالجبن. هنا كملتها كلها وراح امسحها بالبيض. مسحتها بالبيض وحطيت عليها سمسم وحبة البركة. إذا أنتم ما تحبون حبة البركة تقدرون بس سمسم، أو بس هم بدون سمسم خلوها فارغات بدون شي، بس تمسحوها بالبيض. هنا أنا شوية فتحتها بإيدي لأن ما شاء الله دا تختمر بإيدنا، كلش عجينتها غريبة وسحرية نقول 100%، وراح تدعولي عليها. هنا أنا طلعت أول صينيتنا ما شاء الله ما شاء الله عليها. شوفوا شلون طلعت، اللون الذهبي، وطبعا تجنن هشة نقول مثل القطن. شوفوا شلون سلة طيبة، وأتمنى تجربوها وراح تعجبكم الوصفة. وهاي تقدرون تحطوها بالمجمدة تبقى شهر شهرين ما عليها شي. وهنا أنا حضرت الشاي ويا أطيب معجنات، تخبر هشة وطيبة ريحتها عبت البيت. نشوفكم خير، مع السلامة.